أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن المرشحين لجائزة ياشين عن العام 2023، والذي تهدى لأفضل حارس في العالم، ويتنافس على تلك الجائزة عدد من حراس المرمى الأوروبيين بعد تتويجهم مع فرقهم بالبطولات سواء المحلية أو القرية. ومن ضمن تلك الأسماء ياسين بونو نجم الهلال ومنتخب المغرب أسود أطلس. ووفقا للتقارير الصحفية الفرنسية، فقد أعلنت عن قائمة بأفضل 10 حراس في العالم، من ضمنهم البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، إلى جانب الكاميروني أندري أونانا. كما ضمت القائمة الوافد الجديد لنادي الهلال ياسين بونو، وذلك لدوره مع إشبيلية الإسباني ومساهمته مع منتخب بلاده في والحصول على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022. وقد انضم بونو إلى كبير الرياض خلال الميركاتو الصيفي الحالي من صفوف إشبيلية. كما تواجد مارتينيز حارس مرمى ستون فيلا الإنجليزي، ورامسديل حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، وتواجد أيضا الكرواتي ليفاكوفيتش حارس مرمى فنريخشه التركي، البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، ومارك تيرشتيجن حارس مرمى فريق برشلونة، الفرنسي مينيان حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي.